السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أتم الصحة والعافية. اليوم جيت غنشارك معكم غديوتي، وتحت طلب بعض الأخوات قررت بأنني نعاود تحضير معقودة اللي حطيتها في الفيديو قصير. وبعض الصديقات قالوا لي عطينا الطريقة ديالك. المهم غادي نحتاجوا ليها الواحد 3 بطاطات اللي غسلناهم ونقيناهم وقطعناهم على شكل مكعب ودرناهم يتسلقوا مع شويه ديال المليحه. من بعد ما تسلقوا وتسقطروا وهما مازالين سخان غنضيفوا ليهم التوابل. فالتوابل غادي نحتاجوا لواحد شويه ديال الفلفله السودانيه يعني الشطه، الفلفل الاحمر، واحد القليل من الملح، واحد شويه ديال الكركم وشويه ديال الكمون، واحد جوج الفصوص ديال الثوم. غادي نديرو التوابل مع البطاطا وهي سخونه، وغادي نحكو الثومه، وممكن نعوضو الثومه الطريه بالثوم اليابس. من بعد ما حكينا الثومه غادي نهرسو البطاطا. هادشي كامل والبطاطا مازال سخونه باش كتندمج مع التوابل وكتهرس لينا مزيان. من بعد ما هرسنا البطاطا كيف ما كتشوفوا كامله وتشربات التوابل، غادي نشكلوها على شكل كريات متوسطه او خبيزات صغيورين. مهم الحجم على الشكل اللي بغيتو نتوما. صدقوني اللي ما تنجحش ليه معقوده الا تبع هاد الطريقه راه غتنجح ليه 100%. غنكملوا تشكيل كويرات. من بعد ما كملنا الكميه اللي عندنا كامله غادي نديروها في الثلاجه لمده ديال على الاقل نصف ساعه. هاد الخطوه ضروريه باش كتنجح لينا معقوده، خصها تدار في الثلاجه وتبرد. نخليوها في الثلاجه ونمشيو نوجدوا الخليط اللي كنحتاجوه باش نغمسوا فيه البطاطا قبل ما نقليوها. اللي في الخليط غنحتاجوا ليه واحد الكاس ديال دقيق الفورس، غنحتاجوا واحد القبيصه ديال الملحه، وغنحتاجوا معلقه صغيره ديال الكركم، وواحد الخماره. ممكن نعوضوا الخماره بواحد الراس المعلقه ديال الخميره ديال الخبز، وغنخلطوا بالماء حتى يتجانسوا العناصر كاملين. خاص الخليط يكون ما ثقيل ما خفيف. غنخلطوه مزيان ونحتفظوا به نخليوه يرتاح حتى نبغيو نقليو البطاطا ديالنا. انا شرحت لكم بالتفصيل لان الاخوات
كيقولوا لي بقيت شرحي لنا بالتفصيل. بالاضافه الى معقوده غادي نحضر معها واحد الاصابع ديال الارز اللي كيجيو ساهلين ولذاذين. غادي نحتاجو الكميه من الرز العادي اللي سلقته هو ومليحه، وغنحتاجو واحد الكميه ديال الجبن اختياري اللي متوفر عندك. انا هنا استعملت غير الجبن المثلث. غادي نديرو نشكلو الرز على شكل اصابع ونديرو الجبن في الوسط. نكملو تشكيل الاصابع ديالنا. كيف ما قلت لكم راه ممكن ديروا اي نوع ديال الجبن عندكم. غنكملوا تشكيل الاصابع وكذلك غندير لهم نفس الطريقه. ملي غنكملوهم غادي نديروهم في الثلاجه باش يبردوا حتى نبغيو نقليوهم. هاد الخطوه ضروريه باش كتماسك، لا بالنسبه معقوده ولا بالنسبه للرز، باش كتماسك العجين كتشد في بعضياتها وما كتفرتش لينا ملي كنكونوا كنقليوها. من بعد ما دازت نص ساعه كما كتشوفوا ها الخليط ديالنا الشكل ديالو. غادي نعاودو نخلطوه تخليطه خفيفه وغادي نديرو فيه معقوده ديالنا. والزيت راني درتها كتسخن. غنديرو القريصات ديالنا في الخليط ونديروهم في الزيت. غنكملو الكميه اللي عندنا ومن بعد غنديرو حتى الرز حتى هو. راه ما كتحتاجش الكميه كثيره ديال الزيت وفي نفس الوقت كتجي لذيذه. ها الشكل ديال معقوده واصابع الرز، وانا كيلي شكلتهم على شكل كويرات. رافقتهم بالصلصه ديال الطماطم اللي بيتيه حتى هي موجداها والمايونيز اللي موجداه في المنزل. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. صدقوني راها كتجي لذيذه بحال اللي كناكلو في الزنقه، ولكن كناكلو شي حاجه اللي صحيه وعارفين حنا كيفاش موجدينها. غنرافقها معكم بواحد العصير اللي سهل واقتصادي وفي نفس الوقت منعش. غنحتاجو فيه واحد البرتقاله وحده اللي غادي نقطعوها بالقشره ديالها، وغادي نحتاجو الليمونه حامضه حتى هي وتفاحه وحده. غادي نطحنهم الكل. غنطحنو في الهاشوار انا لان الخلاط تحرق لي كهربائي، استعملت غير الهاشوار. غنحيدو حتى الحامضه كذلك، غنحيدو ليهم غير العظم وغنقطعوهم. ضروري تحيد العظم خصوصا في الخلاط. انا مازال هنا الهاشوار راه ما كيطحنش العظم، يعني كيبقى لتحت ملي كيتصفى راه ما كيطلقش، ما كيكونش طلق المروره ديالو ولا. اما في الخلاط الكهربائي مع كيطحن كلشي ضروري خص العظم يتحيد. الا ما تحيدش العظم راه كتولي المروره في العصير. ضفت واحد شويه ديال الماء وغادي نخلط كلشي. غنطحن كلشي. العصير راه كيجي منعش، راه ممكن تضاعفوا الكميه. انا درت على حساب لان الكميه اللي درت غتعطيني يطرو نص ديال العصير. غنضيفو من بعد ما طحن غنضيفو الماء وغادي نصفيو الكل واحد الصفاي. ونديرو الماء بارد. من بعد ما صفينا العصير غنضيفو له واحد 3 المعالق ديال السكر سنيده. السكر كيكون على حسب الذوق، ممكن اقل ممكن اكثر. وهذاك الخليط اللي كيبقى لي انا راه ما كنرميش، كنحتفظ به. ملي كنبغي نغسل الدجاج كنغسل البيض
مع فيه البرتقال والحامض. الدجاج كنغسلو به، كتولي فيه ريحه زوينه، يعني الحامض والبرتقال راه زوين. ها نتوما من بعد ما صفيت العصير ودرت له السكر، عطاني يطرونص ديال العصير. صدقوني راه كيجي لذيذ وصحي ومنعش في نفس الوقت، وكنعرفوا شنو كنشربوا شنو كنعطيو لوليداتنا. نتمنى يعجبكم هاد الوصفات اللي حطيت لكم، ولا عجبكم الفيديو ما تنسوش تبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء ديالكم، وما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم. واللي اول مره كيدخل عندي القناه ديالي، مرحبا والف مرحبا. شكرا لكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.